مساء الخير، ازي حضراتكم؟ ايه الاخبار؟ ده اول فيديو بسجله بخصوص بيت الوطن. احنا دلوقتي يا جماعه في شارع 90 الشمالي، دلوقتي ماشيين على 90 الشمالي. على يميننا دلوقتي هيبقى على يميننا دلوقتي قطاع اللوتس. ده قطاع اللوتس، انا بس بوضح لكم بس. بيت الوطن من هنا لغايه، من قطاع اللوتس لحد بيت لحد المسافه بين بيت الوطن وبين قطاع اللوتس اللي هو اقرب نقطه ليه، هو تمر حنه والقرنفل قد ايه. ده كده قطاع اللوتس، ده كله ده ال 90 الشمالي. زي ما احنا كده ده ال 90 الشمالي. على شمالنا هنا لما نيجي نبص على الشمال هنا، ده كومباوند دير صبور، ده كومباوند فيلل، وده كومباوند عايش. وبرضه قطاع اللوتس طبعا كمنطقه ساكنه وعايشه. تمام. ده كل ده شارع 90 الشمالي. تمام. هنعدي دلوقتي تقاطع النصر مع 90 الشمالي. على شمالنا هنا المفروض طريق النصر ده هيبقى مكتب النائب العام قدام شويه والرحاب. هنرجع تاني 90 الشمالي. ده على يميننا هنا منطقه فيلات تمر حنه اللي هيجي لنا دلوقتي على يميننا. على شمالنا الناحيه التانيه لما نيجي نبص على الشمال، دي منطقه فيلات القرنفل. ودينا مكملين على 90 الشمالي حاليا. النهارده انا هاخد كده ايه نبذه، يعني هنعمل نبذه مختصره عن بيت الوطن بحدوده من كل ناحيه، عشان برضه يبقى الناس عندها خلفيه. هنوصل هنا عند، هيجي على يميننا دلوقتي كومباوند المراسم، وده المول الجديد بتاعه او مجموعه مولات جديده على السرير الشمالي. هنيجي هنا الناحيه الثانيه، هيبقى فيكم على شمالنا كومباوند القرنفل فيلات، قرنفل هايتس، انا اسف. نرجع تاني 90 الشمالي زي ما احنا مكملين كده. كل ده مكملين في 90 الشمالي. برضه انا عايز اوضح لكم ايه الموضوع بقى بطريقه احترافيه شويه المره دي. كده احنا من اقرب نقطه 90 الشمالي ما زلنا اهو. اللي جاي علينا دي، المنطقه اللي جايه علينا دي هتبقى بيت الوطن، بدايه بيت الوطن. تمام. ادي بنزين الوطنيه اللي هتيجي على يميننا دلوقتي. يعني مسافه قريبه جدا، المسافه ما بين بيت الوطن وبين قرنفل وغمر حنه، ودي مناطق ساكنه وعايشه. فاحنا متوقعين ان شاء الله خلال السنتين الجايين كده ان شاء الله بيت الوطن يكون سكن. ده كده بنزين وطنيه، ده اول دخل بيت الوطن. ده كده الحي الثاني. هنخش يمين دلوقتي، ده شارع النوادي الجديد اللي فيه النادي الاهلي ونادي الشرطه. ده شارع النوادي الجديد اهو. طبعا الشارع ده له مستقبل كبير يعني. الشارع ده رابط ما بين محور بن زايد لحد 90 الشمالي، يعني كده في ظهرنا 90 الشمالي، اخر الشارع محور بن زايد. طبعا على شمالنا هتلاقي فيه انشاءات كويسه جدا.
ده الحي التاني طبعا من اقدم من الاحياء اللي اتسلمت، عشان كده هتلاقي فيه نسبه انشاءات عاليه. انا كده هنرجع تاني لشارع النوادي. طبعا شارع النوادي قدام شويه النادي الاهلي هيبقى على يميننا ان شاء الله كمان شويه. شايف ان الشارع ده من اقوى الشوارع اللي موجوده في بيت الوطن. بيقول لي في حجم انشاءات هنا برضو يمنا، لما نيجي مسؤول على شمالنا، لما نيجي نبص هنلاقي حجم انشاءات كبير جدا. وبالنسبه لموضوع السكن، في ناس سكنت في بيت الوطن طبعا، النسبه قليله جدا، بس الى حد كبير فيه ابتدت يعني ايه، بدايه الغيث قطره يعني. فهنطلع كده قدام شويه، احنا كده كده ماشيين في شارع النوادي. لما نيجي نبص بقى من فوق كده، يعني احنا في تبة عاليه شويه، هتشوفوا حجم الانشاء عامل ازاي. حجم الانشاء كبير جدا على الشمال، وعلى لما نيجي نبص على الشمال حجم الانشاءات كتير جدا 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 يعني. يعني الكلام ده من 4 5 سنين ما كانش عندنا صحراء خالص، صحراء يعني. كان ما فيش، كان الشارع كله مدقات، كان الموضوع صعب جدا. كده هنكمل برضو، هنكمل زي ما احنا مكملين في شارع النوادي الجديد. طبعا على يميننا مجمع مولات، المنطقه دي كلها مولات، وفي فندق كمان جوه. كل ده تحت الانشاء، بس هنقرب خلص. كل ده احنا مكملين في التسعين الشمالي. كل ده احنا كده على الحي الرابع. كده على يميننا شمالنا الحي الرابع. كل ده طبعا حجم الانشاءات طبعا معمول هنا. يعني اعتقد مسافه ان شاء الله يخش المرافق، الدنيا هتبقى ليها شأن اخر يعني. هتلاقي هنا على يميننا بقى النادي الاهلي، داخلين عليه دلوقتي. انا بوريكم بس ايه، بيت الوطن قاطع مين، قاطع ده كده المحور النوادي، قاطع ما بين التسعين الشمالي في ظهرنا اخر الشارع، محور بن زايد. وادي على يميننا النادي الاهلي، والحي الرابع على شمالنا. طبعا في حجم انشاءات محترم جدا جدا جدا. اللي في وشنا قدام شويه ده المونريل. بقى منطقه هتبقى ليها مستقبل كبير جدا يعني.